5 حيوانات صغيرة تقدر تهزم وحوش عملاقة. نبدأ برقم 1 النمس. حيوان رغم ان حجمه صغير لكن مقاتل شرس ما يعرفش الخوف، بيواجه الثعابين القاتلة زي كوبرا الملك وجها لوجه، وسرعته الخارقة ورد فعله السريع بيخلوه يتفادى لدغتها القاتلة. جلده سميك بيحميه من تأثير السم لفترة قصيرة، وفي أغلب المعارك كوبرا الملك بتكون هي الفريسة. 2 غرير العسل. أشرس وأشجع الحيوانات على وجه الأرض، بيقدر يهاجم أسود وثعابين وضباع من غير أي خوف، وجلده سميك جدا بيحميه من العضات القاتلة واللدغات السامة. بسبب شجاعته النادرة مفيش أي حيوان يحب يدخل معاه في مواجهة. 3 حيوان النيص. رغم إنه حيوان صغير وهادي لكن بيمتلك سلاح طبيعي مميت، عبارة عن أشواك طويلة وحادة جدا بتخلي أي حيوان يفكر 1000 مرة قبل ما يهاجمه، وأي محاولة من الحيوان المفترس للهجوم عليه هتسبب له جروح عميقة ومؤلمة وربما الموت. 4 الدولفين، واللي أحيانا بيحصل مواجهة بينه وبين أسماك القرش. رغم فرق الحجم الكبير بينهم إلا إن الدلافين بتعتمد على الذكاء وأسلوب العمل الجماعي، وبيهاجموا القرش من الجوانب والديل، عشان كده بضربة واحدة من أنف الدولفين ممكن تكسر أضلاع القرش. 5 والأخير نحل العسل، اللي بيعيش في خلية فيها نظام وتنظيم مذهل أشبه بالجيش، وأي حيوان يحاول يقرب من الخلية الآلاف من النحل بيخرجوا للدفاع عنها في لحظات، وكل نحلة منهم مستعدة تضحي بنفسها علشان تحمي الخلية.